البلاطو نور بحضور ضيفنا فقرة تراث وثقافة أستاذ يوسف الموساتي، والفتوه طريقته في أنه يتكلم على التاريخ ديالنا رائعة جدا، تتهزنا لسفر ممتع نتعلموا منه بزاف ديال الحاجات. تم سيدة موضوعنا فقرة تراث وثقافة، نفهموا منين جات التسمية، شنو حكاية تم سيدة يعاودها لنا أستاذ موساتي. راجعين بعد لحظات. أستاذ موساتي، دائما برفقتك تنحاولوا نفهموا منين جات التسميات أهم معالم ديالنا اللي عارفينها واللي ما عارفينهاش. تم سيدة شنو تتعني؟ هذا هو المشكل، باقي ما عارف حد، ما عارفين شنو كتعني، ما عارفينش حتى واش هي تموسيده ولا لا. يعني لحد الان مازال غادي غير هذيك راه واقيلا سميتها تموسيده. شنو هي تموسيده؟ دابا المشكله ان حتى اللغويين، الناس اللي خبراء في اللغه ما لقاوش شي اصل ديال مثلا هضرنا مثلا على تموده، مثلا عرفناها منين جايه. تموسيده لقيناها في المصادر القديمه، كاينه واحد البلاصه في المغرب تحت سلا سميتها تموسيده. شنو كتعني منين جات ما عارفينش. وصفوها لنا شي جغرافيين في القرن الاول الميلادي، يعني تقريبا دي واحد 2000 سنه، واحد البلاصه سميتها تموسيده فيها واحد المعسكرات فيها هذه. اش كتعني منين جات ما قالوا لناش شي حاجه. المشكل ان ما بقيناش عارفين حتى فين كانت حتى 1876. اييه كانت كلها كتبان، يعني كان نواحي القنيطره بواحد 10 كيلومتر على واد سبو، كاينه واحد الارض، واحد 15 هكتار، كتبان فيها غير شويه ديال كديه هنا كديه هنا كديه هنا، يعني الناس ما كاين فرق. وكاين واحد الضريح ديال سيدي علي بن حمد. وبين قوسين غير باش نفتح واحد القوسنا، اغلبيه الاضرحه في المغرب اغلبيتها اما فيها او وحدها مواقع اثريه. لان شنو كيوقع في الاغلب هو ان كيجيو الناس كيلقاو شي بني قديم، او لا كيحفروا مثلا كيلقاو شي روفات ولا شي حاجه، كيقولوا هنا راه شي واحد شريف، هنا راه شي حاجه، وكيتبنى الضريح. اغلبيه المواقع في المغرب الاصل ديالها راه مواقع اثريه، هي مواقع اثريه. او شنو كيجيو ولا مثلا كيلقاو شي قطع نقديه، ولا كيقول لك راه كاين شي كنز هنا، راه نحميوه، راه نديروا كذا. يعني هذا هو الاصل. داك الشيء علاش مثلا في المغرب كتلقى كتزيد شويه كتلقى واحد ضريح ديال سيدي كذا، ضريح ديال سيدي كذا، واحد مجموعه الاضرحه تبنات غير معتقدات هكاك، وراهي اغلبيتها مواقع اثريه. تقريبا الاغلبيه كان يعني من الحوايج اللي كيقدروا الناس يروبيروا ان كاين شي موقع اثري هو الضريح. يعني كاين الضريح وكاين الفخار. فاش الا لقيتي واحد الكديه ولقيتي شويه الفخار ولقيتي شي ضريح حدا، راه كاين تما شي حاجه، راه غير كاين شي قصه تاريخيه، تلقى شي مدينه تحت الارض، تلقى شي حاجه. تموسيده قلتي كانت معسكرات 1800 اكتشفوها. 1800 غادي يكتشفوها، هي كانت قبل، هي راه القصه ديالها راه 2000 عام. وهي القصه ديالها انا بالنسبه لي علاش تموسيده مهمه، ماشي مهمه غير كموقع، هي مهمه كتشخص لنا الواقع ديال التاريخ المغربي. كيفاش انا نقول لك، انا كتبان كديه فيها واحد 15 هكتار ارض حدا قريبه لسبو كذا. هذه 1874 كان غادي يجي واحد دبلوماسي فرنسي سميتو شارل تيسو. هذا كان دبلوماسي فرنسي ومشى لقرطاج وكان باغي يدير علم الاثار. فاسقف ديال كنيسه قرطاج قالوا ودي انا غادي نصيفطك للمغرب، ووظيفتك هي انك تاكد ان الرومان في المغرب كان عندهم وجود كبير. وهذه هي الخلفيه، لان هنا كانوا كيوجدوا الاستعمار الفرنسي، لان الاستعمار الفرنسي جانا بواحد الفكره. اودي هاد واحد الناس كان سميتهم المغاربه، كانوا ما عايشين، ما عندهم لا حضاره لا والو، تجاو الرومان. فاش جاو الرومان بناو الحضاره، هاد المغاربه تفتحوا على العالم. ملي مشاو الرومان المغاربه ما حملوش هاد الرومان وجراو عليهم، المغاربه رجعوا كما كانوا. من سوء حظهم انهم واحد اللحظه عرفتيني خسروا الاسلام وخسروا العرب وخسروا يديروا امارات ديالهم بعيدا على اوروبا. دابا فرنسا شنو هي وظيفتها؟ هي انها ترجع المغاربه لذاك الحضاره اللي كانت في عهد روما، وان فرنسا هي حامله مشعل الحضاره الرومانيه. هذه الفكره اللي تبنات مع علم الاستعمار، يعني في المرحله الاستعماريه مع علم الاثار. يعني هذه كانت هي الفكره ديالها. فجات يسو شنو هي فين ما لقى شي شويه د الارض زوين، شي شويه د البنيه قديم وكذا، وهذه هذا روماني، باش يثبت لنا ان الرومان كانوا هنا. جا قال لك ودي كاين واحد المدينه سميتها تموسيده، وفي بعض المصادر تموغيدا، يعني كاين مذكوره باسماء عده. قال لهم هي هذه تموسيده، خاصنا نثبتوها، ما كاينش شي اثبات. غادي يلقاو واحد الناقشه، يعني واحد الطرف ديال الصخر منقوش عليه فيه تي واش. قالوا اذا تي راه هي تموسيده، سميناها تموسيده. يعني غير باش تعرف دابا كيفاش تبنات القضيه. واخا مزيان. بقات من 1874 فاش لقاوها، 1877 فاش خرج الكتاب، 1912 جا واحد السيد كان وزير فرنسي سميتو هونري لامارتينيير، وكان هو باحث اثري. وبين قوسين عطيني غير واحد القوس، اغلب الناس اللي داروا علم الاثار في المغرب في الفرنسيين اما ضباط او دبلوماسيين. يعني غير باش نعرفوا الخلفيه دابا، غير باش نفهموا كيفاش تبنات هذا الشيء وكيفاش تعطات واحد الصوره على تاريخنا. جا قال لهم هذا الموقع هذا ردوا بالكم معاه، راه فيه شي حاجه هنايا.
بداو كيجيو داك الضباط كيديروا داك التقارير ديال الطوبوغرافيا، كيرسموا الوئدان كيرسموا الانهار كذا، ولكن ما بداوش الحفريات. دابا 1874 77 خرج الكتاب، 1912 جاو، 1913 بداو كيشوفوا ديك الخرائط، 1931 عاد غادي يجيو 32 عفوا عاد يجيو يديروا اول بعثه اثريه باش يبداو كيحفروا. الباحثين ديال فرنسا كان عندهم واحد القضيه، كيوصلوا لما هو روماني وكيوقفوا. راه الرومان دازوا من هنا وصافي. خصني نلقى الروماني لدرجه ان حتى ما هو اسلامي يعني ما بعد، ولا حتى اللي ما بعد روماني، يعني غير الفتره مثلا ما بين الرومان خرجوا عندنا في 285 ميلاديه، الاسلام دخل تقريبا في 700 وشي حاجه ميلاديه، يعني واحد 500 عام. هذيك فاش كيلقاو شي حاجه ديالها يقدروا يلوحوها، يقدروا ما كيسوقولهاش، يعني هو خاصو يقول لي الرومان كانوا هنا وصافي. فكيجيو كيوقفوا. اذا شنو قال لك راه هنا كانوا الرومان، كان واحد المعسكر، كان شويه الحمامات، المهم هذه غير شي بلاصه جو الروماني كانوا دايزين منها. 1952 جات واحد البعثه اخرى، هنا شويه علم الاثار بدا كيتطور، بداو شويه كيتحرروا من داك النزعه الاستعماريه، بداو الناس شويه كيمشيو بالفكر الاستعماري للعلم. غادي يلقاو لنا وحدين من اكبر الحمامات في المنطقه، هما حمامات رومانيه. وكيفاش انا كتولي غير منطقه غير صغيره ولكن هي فيها من اكبر الحمامات، كنعرفوا الحمامات العموميه، يعني كيضروا الحمامات العموميه، يعني راه كاين ناس بزاف راه كاين كذا. شنو مشاو كيقلبوا في النصوص كيلقاو ان البلاصه هذه كانت معسكر. كيفاش كانت معسكر؟ اودي لان راه الجنود الرومان اللي كانوا كيجيو للمغرب كانوا كيستقروا. بدانا شويه ديال الحفير. 62 غادي تجي بعثه علميه اخرى، هنا غادي غنلقاو شي شويه، غنلقاو شي شويه، لقاو شي حاجه كيلقاو ما قبل الروماني. اش لقاو؟ دابا هنا غادي يلقاو واحد المجموعه اولا ديال الانفورات ديال كنقولوا الخابيه، ديك الخابيات، غادي يلقاو قطع نقديه، غادي يلقاو تماثيل كترجع على الاقل 3 القرون قبل ما يجيو الرومان. دابا المشكل ماشي هو هذا، المشكل هو ان بعضها كيتلقى في المغرب وتلقى في ايطاليا وتلقى في اسبانيا، تلقات قطع نقديه ديال اسبانيا ديال مالاغا وديال قاديش، وتلقات ديال سلا وديال ليكسوس. اذا شنو فهمنا دابا هنايا؟ ان البلاصه هذه راه كانت واحد المحطه تجاريه مهمه، ان كانت كتصدر الكروم وكتصدر العنب حتى لايطاليا. هادشي كنهضروا قبل القرن الاول الميلادي، يعني راه 100 سنه قبل ما جاء المسيح. فهنا داك الروايه كلها اللي حطات في واحد الوقت ان داغي واحد البلاصه كدوز منها الرومان كذا، هذه كلها تخرقات. ولينا كنهضروا على تاريخ كبار من هكا كثير. غادي يزيدوا يقلبوا شي شويه، غادي يلقاو القرن السادس قبل الميلاد. ان كاين شي حوايج اللي عندها ارتباط بما هو فينيقي وما هو قرطاجي. دابا ما بقيناش غير ما هو روماني ما هو مول. دابا هذه المنطقه هذه ولات منفتحه على فينيقيا وعلى قرطاج وعلى ايطاليا وعلى اسبانيا، يعني ماشي شي بليصه غير صغيره. بدا شويه البحث الاثري يتطور. في 1979 2007 غادي تجي واحد البعثه علميه عاوتاني، غادي يلقاو ان الامر كيتعلق بالعصر الحجري القديم. وفاش كنهضروا على العصر الحجري القديم كنهضروا ما بين تقريبا 300 الف سنه حتى المليون سنه. كاينه بقايا ديال الوجود البشري في هذه المرحله هذه، يعني قبل حتى ما يبان الانسان العاقل. هنا داكشي كله غينعاودوا له التعازي، كما كنقولوا غادي نقولوا حباس خاصنا نجيو نعاودوا. كاين سيناريو اخر. فهنا شنو كنفهموا ان هذه البلاصه هذه كانت مقر ديال التجمع البشري. كانوا الناس كيدوزوا من العصر الحجري، يعني ملي كانوا ناس العصر الحجري كانت مستوطنات. المغاربه بقاو تما عجبهم ديك البلاصه، جايه على سبو، كاين واحد دايرين واحد المرصى كيتطور في الفتره اللي كتسمى الفتره يعني الموريه، اللي هي تقريبا نقولوا 3 القرون قبل ما جاء الرومان. هذه كتسمى الفتره الموريه قبل ما نبدا الفتره الفينيقيه. الفتره الفينيقيه بدات كتطور شي شويه، يعني جاو الفينيقيين القرطاجيين البونيين، هنا بدات كتطور. كاين شويه ديال الصناعه اللي غادي نلقاو افران. هاد الافران ديال سهل المعادن، الناس راه كاين واحد النوع ديال التطوير، راه كيجيبوا راه كيصاوبوا المعدن، كيصاوبوا الحديد الذهب الفضه، يعني راه ماشي يعني راه كاينه صناعه. يعني راه فاش كنهضروا على المعادن الافران بالنسبه لنا مهمه، لان كل ما لقينا الافران يعني ان كاين واحد الصناعه متطوره، نوع من الصناعه المتطوره. كنزيدوا شويه كنلقاو ديور، كانوا الناس ديال الرومان، يعني راه كانوا الناس هنايا. دابا المشكله ان فاش جاو الرومان، باش يغنفوا من بعد ان فاش جاو الرومان ريبوا ما هو ما قبل روماني وبناو بنفس التصميم تقريبا ما هو روماني. بغاو يلغيو كاع داك الشيء اللي كان قبل ما. ونقول لك واحد القضيه، الاغلبيه الناس كيهضروا لك مثلا وليلي رومانيه، وكنا هضرنا على وليلي في واحد الحلقه شاله رومانيه شاله كذا. اليوم في المغرب ما كاين حتى شي موقع بناوه الرومان. كل المواقع في المغرب اللي جاو فيها الرومان او فيها الرومان تلقات فيها اثر ما قبل الرومانيه على الاقل بواحد 100 عام على الاقل. ولكن الرومان لقاو طريقه لاثبات انهم هما اللي دازوا كيحبسوا تما. حنا هنا جينا درنا شي حاجه. فمن هنا بدات. اذا فاش بدينا كنركبوا التاريخ التموسيده شنو غادي نلقاو؟ هذا الموقع جا في العصر الحجري، بدا كيبان فيه البشر. في الفتره الفينيقيه بدا كيتطور شويه. في الفتره الموريه او الموريتانيه يعني كنهضروا عليها بدات المدينه كتكبر.
يدار واحد يعني كيدار واحد التجاره مع ايطاليا، مع اسبانيا، مع المغرب، مع تونس، يعني لقيتها قرطاج، يعني واحد المنطقه اللي عندها واحد الاشعاع كبرات. جاو الرومان في 40 ميلاديه، دخلوا الرومان للمغرب واستعمروا المغرب بشكل مباشر، والمغرب هو اخر منطقه دخلوها الرومان واول منطقه خرجوا منها. ديما حنا مع الاستعمار اخر واول، ديما كيقولوا اخر من كيدخل اول من كيخرج. فالمهم دخلوا الرومان، استعمروا، بداو يصابوا في المنطقه هذه اكبر معسكر روماني في المغرب، او اللي كتعرف ان ذاك موريتانيا الطنجيه. علاش؟ لان المنطقه كانت مهمه واستراتيجيه وجايه في النص، تمركزوا فيها وجايه في النص. فغادي يلقاو واحد المعسكر فيه 2 هكتار، هي مدينه فيها 15 هكتار، وعندنا المعسكر فيه 2 هكتار، وفيها 14 البرج ديال الحمايه، ابراج دائريه و4 البيبان، وكل باب فيه 2 الابراج، وغادي يزيدوا من بعد 12 البرج، يعني غير باش نعرفوا الاهميه. وداخل هذا المعسكر هذا شبه مدينه، يعني كاينه احياء وكاين افراد وكاين حمامات، والحمامات اللي تلقات من اكبر الحمامات اللي تلقات في المنطقه. اذا دابا هنا ولينا قدام واحد المنطقه اللي صابرين انها يعني كبيره وعندها اهميه، وماشي كيف كنا متخيلين راه غير الرومان جاو جلسوا واحد شويه. معسكر بقاو فيه. الفرنسيين كيقولوا ديراه ملي خرجوا الرومان الموقع مشى. فاش غادي يغرقوا شويه في البحث عاوتاني غادي يلقاو ان المغول ما خرجوا الرومان بقاو، وكانت قطع نقديه تلقات في البلاصه، يعني الحياه بقات مستمره. وكان ميناء دار، وكان متطور ذاك الوقيته، كان ميناء نهري على نهر سبو اللي كيوصل بالمحيط الاطلسي وكيوصل باقي العالم. دازت الحكايه وزادت مشينا للفتره الاسلاميه. وصلنا الفتره الاسلاميه. الفتره الاسلاميه لقينا شويه ديال لي طراس ان كاينه شي حاجه اسلامي داز. فوقاش تقرب الموقع، كيفاش المدينه تخربات، فوقاش مشاو هما ليها، هذا حتى شي حاجه حتى شي واحد سولنا الضريح واقيلا يقدر يجاوبنا ولا شي حاجه ما عرفناش. ولكن لحد الان كيبقى من الاسرار ديال المغرب. وانا بالنسبه لي كنقول بان تاموسيده واحد مجموعه المواقع ماشي غير بني، هي كترمز لواحد النوع ديال الظلم اللي وقع في تاريخ المغرب، وكترمز لتاريخ المغرب ككل. عندنا مازال بزاف من داك الشيء اللي عرفناه، راه غير غرقنا شي شويه، الا غرقنا غير شي شويه غادي نلقاو حاجه اخرى تقلبنا داك الشيء كامل. يعطيك الصحه استاذ موساتي، كنستمتعوا دائما وحنا تنسمعوا القصص تاريخنا المغربي من طرفك. شكرا على المعلومات.